ازيكم يا اجمل اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا في احسن حال. تعالوا نشوف غدانا النهارده او فطرنا النهارده يوم الخميس. كنا صايمين. تعالوا نشوف حضرنا فطار ايه. اكله كده جميله وخفيفه. هنعمل كفته برز ومعاها بطاطس مكعبات اللي هي البطاطس ام صلصه. وهنعمل صينيه فراخ، بس صينيه الفراخ مش هنزلها لكم في الفيديو ده عشان الفيديو هيطول جامد. وانا حابه انزلها لكم لوحدها في فيديو لوحده عشان طريقتها جميله قوي وهتعجبكم. ورز بشعرية وطبق سلطة كده. تعالوا بينا كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. نسمي بالله كده ونخش ونبتدي. نقول بسم الله. انا الكفتة ام رز عندي كانت جاهزة عندي في الفريزر، يعني كنا عاملينها قبل كده ومصبعاها ومحمراها وشايلاها في اكياس في الفريزر، فمش هعمل الطريقة معاكم. هبقى انزلها لكم في فيديو تاني، يعني هنعملها مرة كمان وانزلها لكم بالرز بالخضرة ونشوف الكميات قد ايه وانزلها لكم في فيديو تاني، عشان هي المرة دي عندي جاهزة. فطلعناها كده على طول من الفريزر، وايه قلنا نعمل ايه على السريع كده جنب الفراخ. تنسوش بقى تعملوا لنا لايكات كتير جدا للفيديو عشان هي اللي بترفع الفيديو، وتكتبوا لنا تعليق كده كومنت حلو منكم وتدعوا لنا فيه في الايام المفترجة دي. واللي ما اشتركش في القناة يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. اليوم النهاردة سهل وخفيف. عندنا الصلصة كانت جاهزة، وعندنا الكفتة كانت جاهزة في الفريزر. يا دوبك قمنا عملنا شوية رز بشعرية، والفراخ أنا كنت عاملاها قبلها بيوم ومتبلاها وكله كانت في التلاجة. يعني قمت حطيتها في الفرن وعملت شوية رز بشعرية وحطيت ايه ال- الكفتة والصلصة، يعني بالكفتة بكله ما عملتش أي حاجة. صايمين بقى، وقمنا يا دوبك روقنا مكان الأولاد، والأولاد نزلوا الدرس، وقلنا بقى نجهز ايه الفطار كده على ما يجوا. النهار اصلا بقى قصير والمغرب بتدن الساعة 5 بالظبط، فعلى ما بصحى وبروق مكان الاولاد وافطرهم ويذاكروا شوية وينزلوا الدرس انزلهم الدرس بتاعهم، فبلاقي الوقت راح. فببقى مجهزة كل حاجة ايه قبلها. هنا كده كان معايا الشوربة وحطيت عليها الصلصة بتاعتي، كانت معمولة وفي التلاجة، وهيغلوا غلوتين هيغلوا يعني. بعد كده اقوم نازلة عليهم ايه بالكفتة، تغلي غلوتين او تقرب تخش في السوا بتاعها. هقوم ضايفه عليها ايه البطاطس مقطعاها مكعبات ومغسلاها، واقوم ضايفاها عليها عشان تستوي معاها. تبقى بقى متطعمه من طعم الكفته وبتبقى شاربه كده من صلصه الكفته، بيبقى طعمها جميل جدا. تأليف الدكتور خالد أبو شادي، بصوت عبد الرحمن الإمام. أيكم بطل هذه القصة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فصلى، ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فصلى، ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. مفاتيح الحلاوة، أو سمها إن شئت دليل استخدام الكتاب، وهي أهم صفحة من صفحات الكتاب، لأنها تعلمك كيف تحول ما تقرأ إلى واقع حي ونتيجة ملموسة، وهي كما يلي: 1. قلما تجتمع الجودة مع السرعة. إذا أردت تمام الاستفادة من الكتاب وبالتالي من الصلاة، فأعط الصلاة وقتها، ولا تستعجل في أدائها، ولا تسرق منها، فإنما تسرق من خشوعك وتنهب من إيمانك. والصلاة بركة، وكم من معان لطيفة يفهمها المصلي أثناء صلاته ولم تكن قد خطرت بقلبه قبل ذلك، وكل هذا يدعوك إلى التمهل، فتمهل، وليس التمهل أثناء الصلاة وحدها، بل مبكرا ومن قبل الصلاة.
فأمرك نبيك إذا أردت الصلاة أن تأتيها وقد علتك السكينة، لا مهرولا لئلا تلج صلاتك وأنت مضطرب، تعلو أنفاسك وتهبط ومعها أفكارك. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، أي أنه في حكم المصلي، لذا ينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده، واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. 2. التنويع أساس. التكرار أول طريق الملل، والملل هو الذي يقود إلى السهو والغفلة عن معاني الصلاة، والنفس سريعة الملل، فإذا كررت نفس الأذكار التي تحفظها وتفكرت في نفس المعاني كل مرة مللت الصلاة وهرب منك الخشوع. لذا ستقرأ أذكارا كثيرة ومنوعة في هذا الكتاب لكل ركن من أركان الصلاة، وليس المطلوب منك أن ترددها جميعا